بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال، يا رب تكونوا بخير كده وبصحة وسعادة. النهاردة هنعمل معاكم بقى فراخ، بس النهاردة لا هنشوي ولا هنحمر ولا هنعمل أي حاجة خالص. النهاردة هنسلقها زي ما انتوا شايفين كده. أنا غسلاها غسلة محترمة، بصوا حتى الرجلين بتاعتها كده انا منضفاها، بتاعت الفرخه كده منضفاها من كل ناحيه، وشاده الجزء اللي هو فوق دهوت كده، واخده من بتاع الفراخ كمان عليها كده 2 كمان بتوع واحده تانية. لان بنتي بتحبهم. في ناس بقى هتقول يعي وكلام من دهوت، لا احنا بصراحه الرجلين دهيت احنا بنحبها. طعمها جميل خالص في الاكل. معايا بقى حله على النار كده بتغلي، محضره بقى معاكم زي ما هتشوفوا معايا كده. محضره طماطم، الطماطم دهيت انا عاملاها كده ايه، غسلاها وسايباها كده اهوت، هنضربها في الخلاط. معايا طبعا بصل ورق راولي وطماطم. ومعايا هنا الفاصوليا الخضراء. الفاصوليا الخضراء دي الطبخه اللي احنا هنطبخها النهارده. زي ما انتوا شايفين كده كنت جايباها يعني ايه، وشلتها وما شاء الله عليها. ربنا يحفظكم. طبعا انا هنشطفها كده بشويه ايه، خل، بس مش دلوقتي، لما تفك شويه، لان انا نسيت. مسكت عند الفرخه رغم اللي غسلاها وحطيت هنا. مينفعش الفراخ مع تتلمس، وبعد كده دهيت لازم نخلي بالنا يا حبايبي من الحاجات دهيت. بس ان شاء الله باذن الله كله بينطبخ مع بعضه وكل حاجه، بس مش هينفع زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بقى بالطماطم والبصل دهوت، وهنزود البصل كمان. البصله الصغيره ديت احنا بنحب البصل. زي ما انتوا شايفين كده انا زودت البصل اهوت وسايباها كده ايه, معايا تغلي على النار. هنحط بقى الفرخه اول ما هي تغلي بالحاجات اللي عندنا. بصوا الفرخه رايقه ازاي يا جماعه، بصوا ميتها دي كانت منقوعه من بالليل وتغير ميتها. بصوا لازم الميه تكون رايقه كده ومفيش اي زفره فيها. نقطع الجزء ده هوت برده كده. لو هنعمل مثلا الرجلين ده هي ممكن تتشوح على النار وتتقشر كده، او الراجل بيبقى حاططها في الميه السخنه، ولو احنا بننضفها في البيت بنحطها في الميه السخنه بتنضف معايا على طول. هنبدا بقى ايه، نحضر بصله ونضرب الطماطم ونقلي للفاصوليا الخضراء. شوف هنعمل معانا بطريقه النهارده، يا رب نعجبكم ان شاء الله باذن الله. يا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم ونكون عند حسن ظنكم. عايزه بقى ايه، نبدا الفيديو ده نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا شويه مواعين كده زي ما انتم شايفين. الفرخه اللي انا جايباها معاكم دهيت، بصوا كنت جايباها وقطعه منها امبارح، عامله منها لاولادي شاورما صدر. يعني هي دلوقتي مش كامله، هو صدر بصوا موجود. بصوا صدر مخلي منها اهو، واللي كنت عامله بيه امبارح، وصدر اهو ماشي. وان شاء الله باذن الله هنحطها بنفس الطريقه دي، وهشوف انا هنقدمها ازاي وهتبقى عامله ازاي. هنشطف بقى ايه الفرخه دي كمان مرتين كده بشويه خل. هنحط بقى في الشوربه كده نقطه كده من الخل، لان ده بيمنع اي زفاره وبيدي ريحه حلوه للشوربه. بقى وزي ما انتم شايفين كده هنحط بقى بصله، هنزود معانا، وهنحط برضو ايه, طماطميه كده. الطماطم حلوه يا جماعه الصغيره ديت برضو للشوربه حلوه. هننزل بقى بالفرخه كده زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه دي كده. الشوربه بتغلي معايا. ننزل بقى برضو بالرجلين كده بتاعت الفراخ، برضو بنحطها دي يا جماعه، بتدي للشوربه كده جيلاتين كده اللي هو للرجلين، جميل خالص. مش مكسوفين من اي حاجه طبعا، لان الحاجات ده هي بتبقى بصوا هي متقشره يا جماعه، هي لونها كده بصوا من كتر ما هي ما شاء الله سمكها وبيضه خالص. هنغطي بقى الحله ديت وهنسيبها تغلي غلوتين كده حلوين محترمين لغايه اما تطيب معايا، وهنوريكم برضو لما تطيب هيبقى شكلها ايه. تانية احنا بنعملها زي ما انتم شايفين كده. بصي يا هنوشه للكاميرا، انتوا عايزين روتين يومي، ادي الروتين حبيبتي هنوشه. دلوقتي انا بعمل السجاده عشان دلوقتي العتبه، هي العتبه برضو انا اتلخبطت برضو هي العتبه كانت بتنزل وسخه يعني كده. اول كنت لسه مغسلها راحت منزله وسخه اكتر، رحت انا بقى جايبه النضافه ديت كده حطها على القعده. انا عارفه اللي هي ماما بتحطها على القعده من زمان، رحت انا اهيت كده فوق القعده كده هي حطيتها
دي الدواسة بتاعت الأرض بتاعت عند الباب، وهنا هي بتكمل العتبة. ربنا يخليكي ليا يا هنوشة، هي مصممة تغسلها. فالروتين اهوت، الروتين شغال مع هنا حبيبة ماما. انا بمسك بايد واحده، يعني انا مش بمسك بايد دي تبقى تتعبت. يا جماعة في سنة أولى ابتدائي، عايزاكم كده ايه تشجعوا هنا على اللي هي بتعمله بصراحة. بصي يا هنوشة اعملي بقى، قولي لهم بقى ايه. بصوا دلوقتي يا حبايبي، واحنا كمان بنصبن. بصوا الغسيل والحاجة احنا بنصبن اهوت وبنغسل اهوت في الغسالة الصغيرة ديت اهو. كله النهارده الجمعه، يعني كل اول ما يجي وعندنا حاجات بسيطة كده بنشطف فيها هي. اول ما يجي الجمعه تبقى قولوا صلوا وسلم على سيدنا. بس احنا في الحمام، بس ما ينفعش في الحمام يا هنوش، صح؟ اما نقوله بره. هي هنا كانت عايزه توصل لكم المعلومه دي. هاتي بقى عنك انت يا هنا عشان انت مش هتعرفي. لا يلا يا انت هنا روحي اعملي في المطبخ انت. حاضر، يلا انا رايحه المطبخ معاكم. معايا بقى ايه زي ما انتم شايفين بصلايه على النار ديت، اللي ايه هنعمل تقليه عاديه كده خفيفه، مش هنخليها تتحمر جامد، يا دوبك تدبل معايا. وهننزل بالطماطم عليها، ايوه في الصينيه اللي ديت كده، علشان عايزاها كده ايه تبقى مسبكه كده. ومعايا الشوربه اهيت بقى، هنبدا نطلع بقى الريم اللي فيها ده. هنجيب طبق معايا ديت كده، اي حاجه بنبدا نطلعها كده. بصوا ده يا جماعه اللي بيخلي الشوربه رايقه وجميله، ان احنا نطلع كل اللي فيها ده. وادعوا لي بقى ربنا يخلي لي هنا كده بتغسل لي العتبه اهيت، ربنا يستر الربس كله ما يخلص، ربنا يحفظها يا رب يا رب. احنا عايزين بقى كده نعود ولادنا يا جماعه، ده كلام جانبي، هي مش هتشوف الفيديو ولا حاجه، هي في سنه اولى ابتدائي يعني مش هتاخد بالها. بنعود ولادنا اللي هم يعملوا، مش ان هم مثلا ايه بنعتمد عليهم في كل حاجه، لا انا بنعودها بس ان هي ايه تتعلم تعمل، تتعلم اللي هي تساعد معاكي في البيت بس كده. يعني مش ان احنا ولادنا بنعذبهم، لا والله احنا بنعلمهم يساعدونا في البيت. هنقلب بقى ديت كده علشان الجزء تحت برضو يطيب معانا. بصوا علشان بصوا باين الورك اللي هو ده عايز برضو ينزل كده عشان يطيب. هنقلبها ونرجع معاكم كده والتقليه شغاله. وكل ده اللي طلع بصوا، كل ده طلع كده هنحطه على الاطباق كده ايه على جنب كده على المواعين دي. الفاصوليا الخضراء دي ممكن نحط معاها جزر، ممكن نحط معاها يعني بسله ولون كمان جزر معاها، بطاطستين. بس انا ان شاء الله النهارده بقى هنحط معاها بطاطستين، لان عندي ابني ممكن ما يكونش بيحبها، فهنحاول ان انا ايه نزود حاجه كده ايه عشان ينقي منها البطاطس وياكلها. بصوا يا جماعه احنا مش عايزينها تتحمر معايا. هننزل بقى بالطماطم، هنسيبها تتسبك زي كل الستات ما بتعمل، ماشي افتكاسه. ممكن بقى ناخد معلقه كده من اللي هي ايه، بس مش عايزين معاها البصله المتحمره، معلقه كده ونحطها كده في الشوربه تدي برضو ريحه. بس اللي انا ايه عملتها. وطبعا يا جماعه انا ما حطيتش خل، لان قلت بقى طب ما انا غاسله دهيت، بس انا شطفتها شطفه كده اهوت، لان ما ينفعش ان انا نسيبها تفك. فحطيتها في التلاجة علشان كانت متجمده، وهنطلعها تاني نشطفها شطفه مع البطاطايه ديت الحلوه ديت اللي انا عملتها يا دوبك بس كده على قد ابني. وهنحطهم مع بعض، ولو في جزرايه ممكن تضيفوها، ولو في اي حاجه. هو انا كنت هعمل فاصوليا بس انا غيرت كله معاكم واحنا مع بعض اهوت، علشان برضو ابني اهم حاجه ان احنا ايه نراضي ولادنا. بصوا يا جماعه الغليان بتاعها وشايلين الريحه. نحط بقى حبه فلفل صغيرين كده عشان ما يزودش معايا الشوربه في المرحله دي، ولو في فلفل حصى ممكن تضيفوا. هنا بقى التسبيكه شغاله معايا اهي. بصوا كده انا عايزاها ايه تتسبك حلو كده عشان تحمر معايا. وهننزل بقى بالخضار بتاعنا في المرحله دي بقى، هننزل بالخضار كله كده. بصوا الفاصوليا الخضراء بتاعتنا، بصوا يا جماعه اليومين دول هي مش غاليه. هننزل بقى كده ايه بالبطاطس برضو. هنحط بقى ايه ملح وفلفل. اليومين دول بقى انا مش عايزه نحط توابل كتير،
هنزود بس كوبايه ميه صغيره. بصوا تخروش ازاي، لان انا ايه شطفتها ومسكت في بعضيها تاني عشان حطيتها في التلاجة، لان مينفعش تفك تبقى ميه. نحط بقى التوابل بتاعتنا اللي انتوا بتحبوها. هنحط ملح وفلفل وبابريكا وشويه بهارات بس مش كتير يعني. وهنجيب بقى الغطا بتاعها وهنغطيها شويه كده، وهنضيف عليها ايه كبشتين كده من الشرب. هو تغيير بس في اكلنا كده، تغيير كده وايه، وحاجه كده ايه مش تكونش مسلوقه، بس حاجه كده ايه يعني حلوه برضو ايه مسبكه كده. وهنغطي بقى كده. انتوا شايفين كده معايا بقى طماطم. انا طلعت معايا الفرخه اهيت، معايا طماطم كده. انا ما عنديش صلصه، رحت جايبه طماطميه بشراها. مش هنتوقف على اي حاجه، عايزين كل حاجه لو ما فيش موجوده يبقى البديل. هنحط رشه زيت صغيره كده، معلقه كده صغيره. هنحط بابريكا عشان تدي لون معايا اكتر زي ما انتوا شايفين. وحطينا الفلفل، وهنحط شويه بهارات، وهنحط نطره صغيره من الملح، خل، نطره من الملح. ماشي. هنبدا بقى ايه ان انا ايه نلمعها كده. بصوا نجيب كل المكونات دي، بصوا ولا كأنها طماطم مبشوره. هننزل بقى بالمكونات دي كلها كده. ماشي. وهنتهنها كده بقى ايه واحده واحده. طبعا لما بتكون صلصه بتكون احسن من كده، بس ده برضو هتشوفوا اللون معايا هيبقى عامل ازاي. وان شاء الله هتكون ايه عند حسن ظنكم وهتعجبكم. هندخلها بقى الشوايه ونطلع بيها نوريها لكم، هي والفاصوليا اللي بالبطاطس اللي انا عملتها معاكم. شايفين كده الفاصوليا معايا هي اللي عملتها، وطعمها يا جماعه وريحتها رهيبه. ومعايا الرز اهوت ما شاء الله، حله صغيره كده وابيض. ومعايا الشوربه هي رايقه وجميله. طبعا محضره بقى هنا زي ما انتم شايفين كده بقدونس علشان هنزود بيه الخضره. معايا بقى الفرن اهو. بصوا الفرخه اهيت معايا، بصوا ماشيه عامله ازاي ما شاء الله. بصوا انا حطاها في الصينيه الستانلس ديت، وحاطه لها شوربه من تحت عشان ما تنشفش معايا. ويا جماعه بصراحه حتى الطماطم اللي احنا حاطينها عطت لون جميله خالص. هنوطي بقى على الشوايه كده عشان تاخد لون على الهادي ما تتحرقش معايا. بقى اللي معايا هنا عشان الفرخه اللي احنا عملناها وسلقناها، معايا بقى مانجا اهوت قطعتين كده حلوين كده، مانجايه كبيره. طبعا معايا اطباق اهيت هنحضرها. ومعايا نعملوا حاجه تحلي، قلت نحمر كده كنافه معلقتين سمنه، ومجهزه الشربات. وهتشوفوا معايا بقى الطريقه ديت. قلت حاجه ايه نحلي بيها، كان دول فاضلين عندي وقلت نعملهم ايه لولادي يحلوا بيهم، حاجه حلوه يعني مع الاكل اللي انا عملته اهو. وادي الرز بتاعنا. انا وريت لكم صحيح انا في نفس الفيديو ده، والفيديو ده هيبقى كله ايه متواصل مع بعضه كده. هنقلب بقى الكنافه لما تتحمر. وجبت بقى انا كوبايتين سكر وكوبايه ميه علشان هنعمل شربات تقيل. المره دي كوبايه ميه واحده عشان عايزاه تقيل خالص علشان يسقي معايا الكنافه. هو ما يجيش ربع يعني كيلو كنافه كده. قلت ايه نعمله لهم. والمانجا دي هنضربها في الخلاط مع شويه سيرم كده بعد ما يتقل معايا، هتيجي فكه معايا. وهنسقي بيها ايه هنحطها فوق الكنافه كده للتزيين. ويعني مش بنخترع ولا بنعمل حاجه، احنا بنعمل اي حاجه من بيتنا كده ايه لاولادنا. هنكمل بقى في التقليب لغايه اما تتحمر. طبعا الفرخه اللي معايا بصوا انا هنوطي على ده كده علشان ما تتحرقش معايا. ادي الفرخه اهيت معايا زي ما انتم شايفين، حمرتها طلعت بالطريقه دي. بصوا الصوص اللي نازل منها، هنزوقها بقى كده وندندشها وقت الغدا. واهم حاجه يا جماعه التقديم بجد. احنا امكانيات بسيطه بس الحمد لله احنا احسن من غيرنا، بفضل وعدل من ربنا. ربنا يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. والله يا جماعه احنا مش بنتصنع قدامكم، انا بنحاول نطلع احسن حاجه في الفيديوهات عندي. ان شاء الله باذن الله في فيديو بقى كده ايه كنت عاملاه
وعايزه نرفعه فيديو العدس. كنت عاملاه بطريقه كده كان يوم كده الدنيا شاتيه فيه، قلنا بقى نعمله عدس كده شويه بشعريه وحبه فتات، نبقى ننزله برضو. انما يوم الجمعه ده بيبقى انا قاعده بقى اجازه من شغلي، بنحاول ان انا نعمل على قد ما نقدر. الحاجات دي بسيطه بالنسبه لكم يعني الحمد لله، بس انا بصراحه بتبقى ديت يعني مفتخر ان انا بنعمل لاولادي اي حاجه كده كويسه. بس النهارده بقى عامله لهم الفرخه كده بالطريقه ديت من غير شاوي، عشان ما احنا عملنا مره بشاوي وعملنا مره مسلوقه ومحمرينها. لا انا ما نزلتهاش معاكم بصراحه. وعملت قبل كده بيتزا. عايزين بقى واحده واحده كده. انا ما عملتش معجنات معاكم قد كده من ساعه الكروسون. عايزين نعمل حاجات تانية كده ونعمل قرص بقى. الفيديو بتاع القرص الاولاني ده ما كانش واضح، ده كان في بدايات خالص القناه، ما كانش واضح معايا. كان يعتبر كده كنت انا وهنا، وكان بقى اقل التكاليف خالص، اقل تكلفه عشان نطلع فيديو. طبعا بقى لا كان في لبن رايب ولا كان في لا كان في تقريبا لبن رايب، بس ما كانش فيه يعني امكانيات تصوير حلوه. انا فاكره كان في لبن رايب في الفريزر. افتكروا معايا كده عشان انا بنسى. بصوا خدت لون اهي، وهنديها لون كمان. انا طبعا فركاها فركه جامده كده بايديا علشان تعمل معايا. هنحط لها بقى نطره سكر عشان تكرمل وتقفش مع بعضيها لما ننزل عليها بالمانجا. زي ما انتوا بقى شايفين كده، هنحاول ان انا بقى نزوق كده. ماشي، هحط عودين كده برضو للتزيين معايا، الرز الابيض. انت كده احنا هناكل بقى كده وهيبان. حط الشوربه وزي ما انتوا شايفين ادي بقى الفرخه معايا، وادي الرز، وادي الشوربه صيفيه ورايقه زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، وخفيفه ما هيش تقيله. وادي الفاصوليا بتاعتنا اهيت، بسم الله ما شاء الله. يا رب نكون عند حسن ظنكم. ما تنسونوش في الاشتراك واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته. بقى يا حبايبي، انا بعد ما خلصت كده نزلت على السيرم بالكنافه على السيرم كده زي ما انتوا شايفين. خليتها عامله زي الطريه خالص، هي لسه هتتشرب معايا ولسه لما تقعد كمان شويه. نزلت بقى كده في الطبقين الحلوين المحترمين دول. انتوا شايفين ان هم حبه كنافه صغيرين، بس ما شاء الله ربنا يبارك هيكفوا باذن الله، وهتطلع مرسومه معايا. طبعا انا مسكت السيرم حطيته عليها بقت طريه كده زي ما انتوا شايفين. زودته حبتين. بخلوا بالكم بقى من الحته ديت علشان انا زودته، ما كنت الكميه عندي، بس هو برضو هيبقى حلو معايا ولسه هتمسك معايا. هنحط بقى كده، وبعدين نحط المانجا اللي انا ضربتها مع شويه سيرم اهوت شربات زي ما انتوا شايفين. شربات خلينا كده النبي عربي. بصوا هنوشه حبيبتي بقى الصغيره ماسكالي الكاميرا، وانا بنحط كده مبينه برطمان الميه وجميله وحاجه عظمه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يهدي لكم ولادكم كده ويهديها لي يا رب. ما شاء الله عليها، هاديه جدا وبتسمح كلامي ما اقولكمش. انتوا طبعا فاهمين كل حاجه. بصوا بقى انا خلصت اهيت. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. هندخل بقى الاطباق دهيت التلاجة، هتهدى معايا وبعد كده هتلاقيها جمدت وهتتقلب معايا ما شاء الله. عايزين ناكلها كده بالمعالق هناكلها. بصوا ولو في ولاد برضو هنقسمها لهم. هي اطباق صغيره كده زي ما انتوا شايفين، ما هيش كبيره اللي هي بتاعت الرز بلبن، بس انا طبعا مكبره الكادر. يا رب نكون عند حسن ظنكم. تاني الفيديو الاولاني قلت لكم ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير، وادي كمالته. يا رب نكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير، ولو في اي حاجه كده ممكن تفيدوني بيها، لو في اي تعليق كده تقولوا لي عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا هضم بقى ان شاء الله الفيديوهين دول على بعض. سلام.